السلام عليكم يا اخوان. اليوم فرنسا اللقيطة اعطتنا درس كبير في تطبيق القانون. علاش يدخل كويتي للمغرب ويغتصب طفلة عندها 14 سنة في واقعة مراكش الكل يتذكرها، ويمارس لها الجنس ويفتض البكرة ديالها ومارس لها الجنس حتى من الدبر كما جاء على لسان الجاني، ويعطي كفالة ديال 3 مليون سنتيم ويخرج براءة، بل أكثر من ذلك يغادر التراب الوطني مخلفا وراءه جيل ديال الدعاره. فاليوم كنقول لك سمح لنا الدوله المغربيه اليوم كتجني الثمار ديال التسامح ديالها في قضايا الاغتصاب، وما حصل للسعد المجرد اليوم هو ادانه لنا جميعا كمغاربه، ونقول لكم خاصنا نعيدوا النظر في بزاف ديال الحوايج. البارح بزاف ديال الناس انتقدوني في الفيديو ديال تيك توك، قالوا لي علاش كتضامي مع سعد المجرد. انا كنضامن مع سعد المجرد اول حاجه لانه ولد بلادي، ثاني حاجه انا ما شفتهمش وما كنتش معاهم في الغرفه باش نشوف اشنو وقع، ثالثا سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق وما ادراك ما الفاروق جاو عنده في واقعه الزنا وقالوا له يا سيدنا عمر لقد راينا المرء والرجل في البيت فقال لهم ائتوني باربع شهداء راوهم كالميل في المكحله. وتجي وحده تلقاها دازوا عليها جميع الشمكاره ديال فرنسا وداروا لها جميع داكشي اللي على بالكم داروا لها وما عمرها حلت فمها، ولكن ملي كتعلق الامر بفنان مشهور جلست معاه اطابل وشربت معاه الخمر وتبادلوا القبل وقدام الناس وكل شيء، مشات معاه الغرفه برجليها، قال لك اسيدي اغتصبها وانت اختي داخله معاه الغرفه يعطي لجد امك الغراق، داخله معاه الغرفه بتتصلي انت وياه، راه لا داخله معاه الغرفه برجليك غتوقع بيناتكم شي حاجه. يعني وهذا نداء للسلطات المغربيه، كنقول لكم كفى من التساهل والتسامح في قضايا الاغتصاب. اي واحد يدخل المغرب يدير قضيه ديال اغتصاب او جريمه ديال الاغتصاب يطبق فيه القانون يعني باقصى العقوبات، يطبق فيه القانون كيف ما طبق على ولدنا الا كنتو رجاله فعلا. ومن هنا كنقول لكم ان سعد المجرد هو ضحيه مؤامره فرنسيه، وكلنا سعد المجرد والله يطلق سراحه ان شاء الله.